سرحانه في ايه يا ماما؟ سرحانه في 10 سنين فاتوا. انت عارفه من 10 سنين انا كنت باجي المكان ده، وكان ده يعتبر اول مشروع انا فتحته، او اول حاجه جت في بالي كست بيت قاعده في البيت كده، ولا ليها شغل ولا مشغله، ولادها بيروحوا المدرسه وعايزه تعمل حاجه نافعه، عايزه بالاصح كده ان هي تلم يعني قرش لنفسها او تحوش قرش لنفسها. ما بنعرفش نحوش، بس هو ده اللي كان في بالنا ساعتها، ان انا عايزه افتح مشروع. المكان ده انا كنت باجيه من 10 سنين، وكان اول مشروع ليا حصل في حياتي، او اول حاجه فكرت فيها في حياتي. ايه هو المشروع ده؟ قناه على التليجرام. دخلت بتبيع حاجات بسعر الجمله، ومش معنى ان هي بتبيع بسعر الجمله وان انا ابقى عايزه افتح مشروع لازم يبقى مبلغ كبير او راس مال كبير، بل بالعكس، انت بتيجي تاخدي قطعه او اتنين، او حتى لو قطعه واحده زي ما هتاخدي 1000 قطعه. يعني بيع بسعر الجمله بقطعه واحده او من اول قطعه واحده. المنتجات اللي كنت بجيبها من هنا من 10 سنين كانت منتجات ما ينفعش تلاقيها الا في الفيديوهات اللي هي بتاعت الناس الصينيه، او ان هي الحاجات بنبقى قاعدين نتفرج عليها ونقول يا ترى دي موجوده، يا ترى هنلاقيها، يا ترى مش هنلاقيها، بنبقى قاعدين بنتنشأ عليها. المكان ده كنت باجيه من 10 سنين، وكنت بدخل اجيب منه تحف دي مجرد ما كنت بنزل الفيديوهات بتاعتها اللي باخدها من نفس المكان من على قناه التليجرام بتاعتهم، كانت بتجيب زباين زي الرز. انت كمان من حقك انك تعملي مشروع، ومن حقك ان انت تعملي راس مال باقل من اقل اي حاجه. تخشي على التليجرام، هتنزلي التليجرام عندك، هتدخلي على القناه بتاعت الصفحه، وهتشوفي الفيديوهات اللي بيعملوها، وهتشوفي الفيديوهات اللي بينزلوها، وهتطلبي ان شاء الله حتى من قطعه واحده. بس الافضل ليكي ان انت ما تطلبيش من على الصفحه. ليه؟ اتفرجي على الحاجه اللي انت عايزاها وجمعيها، لان انت لما بتيجي المكان بنفسك بتلاقي حاجات كتير قوي 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 اكتر من اللي بيكون موجود على الصفحه. مكان روما هنا دورين، والدورين دول فيهم كل ما تتخيلي. هوريكي النهارده حاجات معايا هوريكي حاجات معايا مش هتتخيلي ان انت تشوفيها موجوده في مصر. الحاجات دي ما بنشوفهاش الا على الفيديوهات اللي في الدول الاجنبيه وبس. زي حاجات كده اللي بتسحب الباقه مننا طول ما احنا قاعدين بنتفرج عليها، واحنا عايزين نقول هنجيبها منين. روما جابت لك الحل. بتبداي مشروعك، سواء انت تاجرة جمله، او سواء ان انت عايزه تعملي مشروع وعايزه تجمعي الحاجه وتنزليها على صفحتك، هي وفرت لك كل ده باسعار اقل 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 مما تتخيلي، ومن اول قطعه بسعر الجمله. تعالوا اوريكم النهارده حاجات. انا في حاجات انا اصلا جيت خدتها اهي، وهتشوفوها، وهنزل لكم الفيديوهات بتاعتها وانا مشغلاها عندي او انا بفرشها عندي. حاجه كده زي منظم الحمام، حاجه زي كده جنب الباب، وهوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. منظم الغساله علشان الكركبه اللي بتبقى تحت الحوض والكلام ده كله، دي كلها هوريها لكم معايا. في كمان ديسبنسر النهارده شفته وهتشوفوه وانا شغاله بيه. هتشوفوا ده وانا شغاله بيه. ده عباره عن ايه؟ ده هيوفر لي مساحه وهيوفر لي وقت. بصوا كده معايا، ده بيتحط فوق البوتاجاز، بيتحط فيه زيت، بيتحط فيه خل، بيتحط فيه صويا صوص، بيتحط فيه دبس رمان، والجزء اللي انت عايزاه او الكميه اللي انت عايزاها بتنزليها على القد على طول. في هنا كمان 4 خانات، ملح، شطه، فلفل، كمون، كل ده كده بيتعلق جنب البوتاجاز، بيسهل عليكي الحركه، وفي نفس الوقت بيسهل عليكي المجهود والكركبه وازاز كتير والكلام ده كله. ده برده هتشوفوه على الطبيعه عندي في البيت وانا بستخدمه. دي حاجه من الحاجات اللي خدتها النهارده مع المنظمات دي كلها. تعالوا اوريكم بقى حاجات مش هتشوفوها الا فعلا في شركه روما او في الفيديوهات الصينيه اللي بنشوفها. بصوا كده، فاكرين المكن ده؟ شايفين ده؟ ده كمان منشر داخلي علشان الحاجات الداخليه بتاعتك اللي مش عايزه حد يشوفها بتبداي تحطيها بالشكل ده كده. ده كده منظم فوق الميكروويف ما شاء الله عليه. ده برده الحاجات دي بنشوفها في الفيديوهات الصينيه بس. المنظم للاماكن اللي تستغلي الاماكن اللي تحت الحوض، والاماكن اللي هي اللي في الدرج، بدل ما تبقى في كركبه حلل، كركبه غطيان، بكل الكركبه دي كلها منظمات. فيها هتلاقي حاجات كتير قوي عندهم انت ما تتخيلهاش. حاجات للتوابل، منظمات للزيت، بطرمانات باشكالها، بس بحاجه شيك، مش ان انت تاخدي حاجه وخلاص. في اشكال كتير جدا عندهم. في عندهم قطقم، سكاكين. بصي من الخلاصه كده، بتدخلي شركه روما انت مش عارفه تاخدي ايه ولا ايه من كتر الحاجه اللي موجوده اللي ما بتشوفوهاش غير في قنوات الاجانب وبس. بص المنظر، شايفه الاشكال عامله ازاي؟ فعلا العروسه لما تيجي هنا هتبقى بتفرش بيتها بطريقه عصريه. بص المنظر، وبص الشياكه والكياته عامله ازاي. حاجات شيك قوي، وحاجات كيوت قوي، حاجات تنفعك كديكور
مفيش حاجه اسمها بعد كده نيش هنحط فيه حاجه اصل مش هنستخدمها. بصي كل قطعه في البيت عندك هتتكلم عن الشياكه بتاعتك، وكلها بسعر الجمله. بصوا انا من هواة البخور قوي ومن هواة المباخر، فبصوا لما تلاقي مبخره بالشكل ده مثلا كده، بصوا الشكل ماسك بتاع الفحم والبخور، بتعملي كده حاجه في منتهى الجمال، حاجه فعلا بتتكلم عن نفسها. مش الشكل ده بس، هو بيديكي كمان يعني بصي ان انت تختاري الشكل اللي انت عايزاه. حاجه الزينه والزرع طبعا والخضره والكلام ده كله، ده امر مفروغ منه، هتلاقيها عند روما بشكل مختلف جدا وباشكال كتير. حاجات برضو اللي ما بنشوفهاش الا في الفيديوهات الصينيين. شايفين بيتحط هنا البقوليات، تبداي تطلعي الجزء اللي انت عايزاه او الكميه اللي انت عايزاها. شايفه المنظر عامل ازاي؟ حاجات فعلا مش هتلاقيها غير هنا. الاسبته اللي هي الخوص، في كمان حاجات عايزه اوريها لكم، مضارب النسكافيه وعشاق القهوه، اللطقم بتاعه التوابل، كل حاجه ممكن تتخيليها هتلاقيها موجوده عندهم. عصاره البرتقال، في مفرمه لحمه، مكنه فشار، عندهم المكنه بتاعه الوافل، عندهم كمان زي ما انتم شايفين كده كل حاجه يحتاجها البيت بتاع العروسه او البيت العصري هتلاقيها. في حاجه بقى كنت بتسال عليها كتير، ومن كتر ما هي غاليه كنت بتخرس ما كنتش بقدر اقول لكم على اسعارها. الحاجات والطاسات الذهبي اللي ببدا ان انا اقدم فيها وبشتغل فيها، سواء في البيت عندي في الفيديوهات بتاعتي او في البرنامج. شايفه المنظر عامل ازاي؟ كل ده باسعار حلوه جدا، وزي ما قلت لك بتيجي تاخدي الحاجه بسعر الجمله من اول قطعه. طبعا المفارش والحاجات دي كلها انت محتاجاها كويس قوي 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 علشان الشياكه بتاعت البيت. بص المنظر ده، مش هتلاقي اشيك من كده. حاجات كتير جدا 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 موجوده عند روما وبسعر الجمله من اول قطعه. في مناظر حلوه قوي. تسلم ايدك. عايزه اقول لك على حاجه، انت بتبقي داخله عند روما انت مش عارفه تشتري ايه ولا ايه. زي ما انا ما دخلت كده، انا المكان دوت ما دخلتوش من هقول بدات شغلي من 10 سنين، قعدت شغاله في المجال دوت سنتين، يعني بقالي 8 سنين ما دخلتش المحل. بس يوم ما دخلته النهارده، انا دخلته علشان انا واثقه ان انا هدخل اجيب اللي انا عايزاه. الفيديوهات اللي انا بشوفهم بلاقيهاش بره، او بلاقيها في جروبات تانية باسعار ما شاء الله يعني 500,000 جنيه كده ولا حاجه. طب وليه؟ طب ما انا اجيبها من المنبع بتاعها وانا استفاد بفارق السعر. فسواء انت عروسه عايزه تشتري قطعه واحده او على حسب استخدامك بس او على حسب استهلاكك، هتاخديه برده بسعر الجمله. سواء انت ست بيت عايزه تفتحي مشروع، برده هتلاقيه بسعر الجمله. روما دورين، دور اهو زي ما انتم شايفين كده، اللي انت يجي في بالك هتلاقيه موجود عندهم بشياكه وباناقه وبحاجات كده، يعني انت عمرك ما تتخيلي ان هي تكون موجوده. بصوا ده منظم الميك اب على التسريحه، بصوا شكله بيبقى عامل ازاي، بدل الهرجله والدربكه الكتير اللي بتبقى موجوده على التسريحه والزحمه، بتلمي حاجتك كلها موجوده في حته واحده. في كمان عندهم طقم صواني عجبني جدا للناس اللي بتعشق اللون الاسود زي كده. بصوا في شياكه زي دي مش هتلاقي. ارجع واقول هتاخدي القطعه الواحده بسعر الجمله، اللي هياخد قطعه زي اللي هياخد 10. في كمان المقاس الكبير منها اهو زي ما انتم شايفين كده، 3 مقاسات ما شاء الله. الحاجات اللي انا بوريها لكم دي ما تجيش 1% من اللي موجود عند روما. 1% من الحاجه اللي موجوده عندهم بشياكتها باناقتها زي ما انتم عايزين بالظبط. بصوا كده شايفين يتحط كده على الحوض. بصوا اللون بتاعه اصلا عامل ازاي، حاجه كده تحطي فيها المعالق والسكاكين بسم الله ما شاء الله عليها. سواء عروسه سواء انت زي كده صاحبه مزاج بتحبي تجددي دايما في البيت، هتلاقي اللي انت عايزاه كله موجود عند روما. ارجع واقول في دور تاني فوق انا لسه مورياكم 1% بس من الحاجات اللي موجوده عند روما. بصوا المنظر اشيك من كده ايه. الناس اللي بتحب الاكسسوارز وبتحب الخواتم وتبقى عايزه تشيل حاجتها في مكان مضمون وفي نفس الوقت شيك، تحطه كده على التسريحه بسم الله ما شاء الله. تعلقي الحلقان وتعلقي الحاجه بتاعتك بحاجه شيك. متهيألي مفيش عروسه او مفيش بنوته عايزه ان اللي يدخل عندها اكنه داخل متحف، يتفرج على كل حته فيه ويرجع يقول لها ده انا دخلت دلوقتي عند بنت خالتك لقيت عندها حاجات ما تتجابش. نفسنا نعرف بتجيب منين؟ اهي بتجيب من عند روما.
هتبداي مشروع او انت بتجهزي او انت عايزه تجددي في شقتك، مش هتلاقي احسن من عند روما. الحاجات اللي انا خدتها المنظمات دي كلها هفرشها واوريها لكم على الطبيعه. هنزل لكم كمان الفيديوهات اللي هي بتاعت الصينيين نفسهم وهم بيشتغلوا بيها وهم بيفرشوها. كل الحاجات اللي احنا شايفينها عند روما دي هتلاقوا ليها فيديوهات على قناه التليجرام. عايزاكي تنزلي التليجرام علشان تبقي تتابعي دايما قناه روما بالحاجات اللي بينزلوها. وارجع واقول لك ان الاسعار عند روما اسعار جمله من اول قطعه. ده كان فيديو صغنن كده ونبذه صغيره قوي عن شركه روما وعن اللي بتقدمه. استنوا التفاصيل بقى في فيديوهات تانية كتير بكل اللي هنفرشه بكل حاجه روما على قناه التليجرام. اسيبكم بخير واشوفكم بخير، واوعوا تنسوا تبداوا مشروعكم من عند روما علشان تبداوا تعملوا روما 1 و2 و3 وتبقوا احسن من اي حد في الدنيا كمان. يلا اسيبكم في حفظ الله. باي باي.